ضحيت باكبر ترند. اكبر ترند لإلي كان في جزء ثالث. لا تخلوني اطلع راب قلبي. روق جزء ثالث والله العظيم كان راح يكتسح الاكسبلور. روق بس انا بقول لكم شو فكره وائل كانت. انا بعرف اشرح عنها. انا بعرف الفكره. المحارب بياخذ حقه بالحرب. نعم. الدكتور بيساعد المصابين. نعم. اللي بيعرف يعمل بيساعد يعني. وائل ما فينا يساعد، عرفت؟ يعني ما فينا يوقف مع يعني هي الوقفه ويأسب لكم موقفه. هو بياخذ حقه بهي الطريقه. وائل بالدراما حربه هي هون حرب. يعني ممكن ياخذ لكم حقكم. لا 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 السؤال تدخلوا نفسين وجيبوا خلاص سكروا الموضوع. مو هيك شرح؟ انا كان في براسي شوفوا الحرب خدعه. وعينهم بيقلب حياتنا. الحرب خدعه. صح عرفتوا؟ بس انتوا ما فهمتوا علي. ما فهمت انا. هو كان جاي، هو وائل كان جاي ايطالي خلفي، جاي من ورا ماسك السكين. فهمتوا؟ انا قناص. كنت تاخذ سنايبر انت؟ اول ما تطلع بتزت طنبوره على الحيط بتروح على الاخير. والله يا شباب وائل والله وائل كان بده يخرب الدنيا. وقفته والله شلون ضحيت وائل. خو انت ويا ولاك وقسم بالله بزعج بشرفي بزعي مخور هيك بشتي هيك العن سماك يا رجل. خراي عليكم يا زلمه. احكي لي عن شعورك وقت اخذت القرار من راح توقف لانه الشعب قلب ضدك. هيك حسيت. تعرف لما قديك عندنا خسران؟ قد ايه صار؟ قديك عندنا خسران؟ تعرف لما تعصر حالك وما تنزل، عرفت؟ هيك شعور اخو ملعون هيك. تعلق، عرفت؟ ما فيك لا تقوم لا تقوم. معلش اعطيك صور لك الموضوع بطريقه ثانيه. صور انت ماشي بالسياره تعطلت، وقفت على اليمين عشان الترخيه. عمليه كبيره. عم يجي واحد انت بالنص يجي عم يصورك، لا تحس انت بتركض عليه ولا بتحس نكفيه لانه عم يصورك. تتغير الموضوع. فيك تقوم لعي صورك. ضليتك قاعد عم تبهدل. بس بدي افهم الجروب التليجرام اللي عم ينبعث لعندي بطلوه. جروبات تليجرام ما بدي باللايف عندي. جروبات تليجرام ما بدي باللايف عندي مشان ما اجي ابول عليكم. صح. افوت بجروب التليجرام وابول حرفيا. شو يعني لحمه؟